لحد امتى؟ كل اول سنه بتعيد نفسها. ليه مش بنتغير كل سنه؟ ليه بنفشل؟ ليه كل اول سنه بنحط حاجات وما بنعملهاش؟ بيبقى زي فيلم الف مبروك، كل يوم بيعيد نفسه. انا بعترف ودي شجاعه مني ان في حاجات كتير ما طلعتهاش قدام الكاميرا عملتها وما ظبطتش، خسرت فلوس، حطيت اهداف ومش دايما بتظبط زي ما انا عايزه. ولو ده بيحصل لك انت كمان فاهلا بيك. جاي اقول لكم ليه ده كان بيحصل لي وازاي تحل الموضوع واختصر عليكم كل حاجه بصراحه. بكل بساطه انا أمنية، ومع كل بدايه سنه بيجي سؤال بيقتلني، سنه كامله عملتي فيها ايه؟ ومش فاهمه. حد لاحظ اننا من 2019 ما اتغيرناش او اتغيرنا بس الحياه واقفه في حته غريبه، محدش بقى زي الاول، محدش بقى كويس. داخلين على سنه جديده واحنا مش احنا. واحرق لك انت مش هتتغير السنه دي الا لو عملت الحاجات اللي هقولها لك في الفيديو ده. وده مش كلام، علماء النفس قالوا لك ان الناس بتحس ان السنه الجديده ورقه بيضه في كراسه جديده، الحته التخينه اللي في الكشكول اللي بتحب تكتب فيها دايما وخطك بيطلع حلو، بس ما تحبش لما تقلب الصفحه تكتب فيها تاني. بس ده مش حقيقي، كل يوم هو ورقه بيضه، مش لازم يجي يوم واحد يفكرك انك تقدر تنجز انجازات. عارف ليه؟ عشان يومين وهتلاقي التاثير ده في الزباله، ويرجع حماسه يبقى زي سعيد ونص زي ابتسام. فانت مش كراسه ولا اوراق بيضه، ولا عشان شخبطت تقطع ورقه الصفحه وتجيب صفحه من اول وجديد. انت ممكن تكون كمبيوتر. والله هقول لكم سر خلاني انا انجح. لو بتحب حد هتهتم بيه، صح؟ مش بالكلام، بالافعال. لو بتحب نفسك فعلا هتعمل افعال توري نفسك انك عايز تنجح، وعشان تنجح لازم تتطور، ولو مش بتتعلم مش هتتطور، فلازم تتعلم. التعليم هو اللي هيغيرك، وهو اللي غير حياتي قبل ما تشهر. انت عباره عن جهاز كمبيوتر، هيفضل الجهاز ده مطرب طول ما هو مش بيتفتح او حد يشتغل عليه. انبوتس واوتبوتس، ومحتاج من فتره تانية تنزل له ابديت. ومش هلومك، التعليم صعب. عشان تتعلم كويس من ناس خبيره محتاج تدفع بالاخضر، او لازم تسافر السلوم عشان تلاقي حد مناسب، او تشترك في 100,000 كورس مختلفين ومش هتروح ولا واحد منهم، وكل واحد في مكان غير التاني، فبعد ما تشترك تكسل تروحهم كلهم، صح؟ وانت عارف تعليم محترم يعني فلوس كتير. لا انت مش عارف، انت لسه معرفتش ينفع.com، موقع فيه مئات الكورسات ومش بالانجليزي، بالعربي، بسعر خروجه حلوه مع اصحابك هتفتح لك سنه كامله في كل المجالات. فكك من صاحبك الفاشل اللي هيقعدك جنبه وتلعبوا دور الضحيه، الموقع ده صاحبك اللي هيحل كل مشاكلك تقريبا. تعليم من غير ما تدفع بالدولار موجود، كل انواع الكورسات اللي تخطر على قلب الانس والجن موجود، مش لازم تنزل، هيجيلك لحد عندك اونلاين موجود. عايز تتعلم لغه، تصوير، جرافيك، فريلانس، صناعه محتوى، كتابه، مونتاج، ماركتينج موجود. عايز تتعلم ازاي تشتغل فريلانس وتكسب فلوس موجود. بتتعلم من ناس معروفين وعندهم خبره من ارض الواقع، يعني مش اي حد بيدش الكلمتين ويقول لك اتفضل انا عملت لك كورس. كل حاجه عايزها في مكان واحد. ليه مصر تعاني وفي حاجات مختصره تسهل عليك الطريق وترجع تقول انا مش بتغير كل سنه. ودلوقتي والفتره قليله جدا تقدر تستخدم كود امنيه وتاخد خصم 60% حرفيا بسعر خروجه. ممكن تفكس لاصحابك وتستثمر الفلوس دي في نفسك اولى. اظن كمان 5 سنين مش هتندم انك استثمرت الفلوس دي في نفسك، بس اكيد هتندم لو ضيعت وقتك في حاجات تافهه. ده في حاله انك عايز السنه دي تبقى مختلفه، واللي اتعلمته عايز تغير بسرعه. خليك جعان معلومات، الفضول هو اللي هيوصلك، المعلومات هي اللي هتوصلك، وما تبقاش سطحي وتتعلم من الريلز الدقيقه. اوعي يضحك عليك وتفهم ان ده تعليم. اتعلم بجد، اقعد قدام كورس او هات كتاب، اقعد اتعلم بعمق. والسر ان انا لما بدات صناعه محتوى نجحت بسبب اني علمت نفسي. استلفت لابتوب من اخويا ما كانش معايا اي حاجه، وفضلت كل يوم لحد بالليل اتعلم، وكنت بتسحل طبعا عشان الاقي معلومات، وكنتش اعرف طريقه تسهل عليا او تجمع لي كل الحاجات اللي انا عايزاها في مكان واحد زي ينفع مثلا. فالتعليم هو اللي هيوصلك عشان ما تندمش. وبذكر الندم ما تندمش، الندم ده افشل حاجه ممكن تعملها في حياتك. انا ندمت وقلت يا ريتني عملت ويا ريتني سويت. قبل اي حاجه تعملها اسال نفسك، هل اللي انا بعمله ده مفيد؟ لو الاجابه اعمله. لما تحس بالندم، هل الندم ده مفيد دلوقتي؟ لا. ليه؟ ببساطه الطاقه اللي بتحطها وانت بتندم، اللي هي كانك بتحط طاقتك في الزباله، ممكن تحط طاقتك دي في حاجه تنجز فيها. يا عم طاقه تلعب بيها، تتنفس بيها، عارف، طاقه ما تعملش بيها حاجه. نام وريح جسم احلى مليون مره من انك تضيع دقيقه في الندم. اللي ساعدني ان انا سالت نفسي هي دي حاجه هتنفعني، فساعتها اختر من ما بين القوسين، نعم لا اجري. تعرف تجري، ريحت يوم تاني يوم اجري. بطلت تذاكر 5 يوم قطع الكتب، كل يوم في جديد. ولو فضلت ماشي تاتا مش هتحصل حاجه. انا مش بسيب حاجه غير وبعملها. مذاكره بذاكر، شغل بشتغل، رياضه وبلعب. لا بلعب رياضه مش بلعب. خبط على كل البيبان. ليه؟ عشان ما تقعدش تعيط على السلم وتقول محدش بيفتح لي. وانا هنا مش قصدي البيبان، العالم سريع، مش قصدي تتسربع. انا قصدي بس انك تكون فاهم ان كل يوم في جديد ولازم تواكب. ومش من الواقعيه انك تمشي بالراحه. اوكي ارتاح بس بعقل، ما تخليش وقتك يتسرق منك. يتسرق لو في حرامي قدام باب بيتكم مش هتقفل الباب كويس. منطقي صح؟ في مقولة أخرى تاكلوا علقة محترمة. طب لو في حرامي بيسرق عمرك مش هترميه في الزبالة؟ لا نتكلم بجد. تعرف لو قعدت 3 ساعات على تليفونك كل يوم، آخر السنة هتبقى قعدت كام ساعة؟
وده لو انت بتقعد 3 ساعات، ده انت بتقعد 8 ساعات. عارف ده اخر السنه هيبقى قد ايه؟ انا مش هجلدك، انا بقول لك الحاجات الغلط اللي انا عملتها فما تعملهاش زيي، بس بنحاسب نفسنا. افهمني بجد، ما تقدرش طاقتك وعمرك كلها وانت قاعد بتتفرج، امال امتى هتعيش؟ فاهم؟ التليفون هو عباره عن حاجه بتحولك لمستهلك، الشخصيه اللي مش بتلعب، بتحولك انك تبقى ام بي سي، نون بلاير كاركتر. لا، انزل وخليك بلاير، العب، كسر الدنيا والعب اللعبه صح. ازاي نلعب اللعبه؟ ركز على نفسك، عشان دي الحاجه اللي باقيه لك. الحاجه اللي بتركز عليها بتكبر. هتركز على نقصك هتحس بالنقص، هتركز على الناس طاقتك كلها هتروح على الناس. تخيل طاقتك دي عباره عن فلوس، ماشي؟ والفلوس دي بتقل من حسابك البنكي كل مره تقارن نفسك بحد، في كل مره تتكلم عن حياه الناس، في كل مره تضيع وقتك في دراما وستريس ومشاكل وحوارات انت قادر تطلع نفسك براها، في كل مره بتمسك فيها التليفون. اظن حسابك بقى بالسالب دلوقتي. وتركز على نفسك. لو ركزت على نفسك هتكبر، ولو ركزت على الوحش هيكبر. اظنك مش هتحب ان رصيدك في البنك يصفر. بالظبط، دي طاقتك، وانا مؤمنه بحاجه زي دي جدا. وخليك واخد بالك دايما انت بتعمل ايه. اللي بتعمله النهارده بتعيشه بكره. في مقوله البدو كانوا بيقولوها زمان: الرمح غالي والعدو ذبابه. فما تضيعش طاقتك في حروب وحوارات مش مهمه وتافهه. choose your battles فرنسي، ده انجليزي يخرب بيتك. اختار معاركك، واختار تحط نفسك فين وتضيع وقتك في ايه. واوعى ترفض الشخصيه الجديده. let it go، خلي الشخصيه القديمه تمشي. ساعات مش بنتغير عشان احنا مش موافقين على شخصيتنا الجديده، رافضين نبقى الشخص الجديد ده. لا، انا عايزه ابقى زي زمان. لا، انا عايزه ارجع لشخصيتي القديمه اللي انا كنت مرتاح فيها. لا، انا عايزه اكون بنفس الطاقه دي. لا، ده كل ده مش منطقي، مستحيل. استغنى عن نسختك القديمه ووسع للجديده، وما تستغربش. بس لما الدنيا تبقى مقرفه ما توقفش. غلطه من غلطاتي ان انا كنت كل ما بحس بشعور معين الاقي نفسي ابطل كل حاجه واقعد. عارف مشكلتنا ايه؟ ان اول ما الدنيا ما تبقاش كويسه نلبسها في الشغف ونوقف. 2025 لسه حد مؤمن بالشغف؟ ما تصغرناش. شغف ايه ومزاج حلو ايه؟ انا اخر مره اشتغلت وانا مزاجي حلو كانت من 4 سنين. الظروف حلوه ايه؟ احنا مش في عالم ديزني، احنا هنا في الحياه الواقعيه. الفلكسبيليتي اهم حاجه، المرونه. مش كل ما تحصل حاجه توقف، مش عشان شخبطت على الكلمه تقطع الورقه كلها. يا عم هات كوريكتور وبطل تسترخص. لا، عادي تصالح مع فكره ان في حاجات خارج دايره سيطرتك هتحصل. قلاله ولدت، I have to go، عادي، عيط وقوم وكمل. ايه يعني ما وقفش مشاعري؟ لا، ما توقفهاش. مشاعرك مش اعدائك. مع كل اول سنه بنلاقي حد بيقول لك فكك من مشاعرك، kill your emotions، winter are، مفيش مشاعر، في فلوس، وانت ما عندكش الاثنين. هو كل الكلام ده علمك حاجه؟ بقالك سنين بتدش في نفس الكلام، بقى كل سنه بنقول نفس الكلام ومفيش حاجه بتتغير. وانا عرفت ليه؟ عشان انا عملت زيكم قبل كده. ربنا ما خلقش حاجه فينا مضره. مشاعرك هي التيم بتاعك، فاهم؟ انا اتعلمت ان مشاعري هي التيم بتاعي. لولا القلق ما كنتش سهرت ذاكرت ونجحت. مش اول ما تقلق تقوم رامي الدنيا كلها وقاعد مستني تبقى كويس عشان تعمل اي حاجه. لولا الخوف ما كنتش حوشت عشان خايف ان ما يبقاش معاك فلوس. حاجه بتنقذك في المصايب. اتعود تسمح للمشاعر اللي جواك اللي بتصرخ فيك وبتقول لك قوم انجز، قوم انجح، انك تسمعها. اقعد اسمعها، بس هي مش عايزه حاجه غير انها تتسمع. والانسان اللي بيتغير بجد بيسمع مشاعره. السنه دي ما تقتلش مشاعرك، شوفها، طمن عليها، شوف هي عامله ايه. مش بقول لك لما تحس انك عايز ترتاح ومكسل ومشاعرك بتقول لك نام تروح متدلع وسايب الدنيا تولع، لا. لكن بالعقل، ما تفضلش قاعد بتشتكي ان حياتك ما اتغيرتش من 2019 وانت مش مدي مجال انت حاسس بايه عشان على اساسه تتغير. ما ينفعش تقعد تشتكي انك عايز تنجح وحزين. طب ما انت حزين فتهرب، هتفضل تهرب منها لحد امتى؟ وتطنش مشاعرك اللي بتوصلك لحاجات اكتر وبتطورك على مدار الايام، وتقول السنه دي انا هدفن مشاعر. الفلوس فقط، العقل والقلب لا. كل ده اي كلام. الناس الناجحه والشاطره بجد بتتعلم ازاي تتعامل مع مشاعرها، وبيبقى عندهم emotional intelligence، الذكاء انك تقدر تنجح وانت عارف تقعد مع نفسك. اقعد مع مين؟ هي ناقصه ملل. لو انت بتزهق بسرعه اسال نفسك سؤال: لحد فين هتاخد نفسك؟ دي عقليه لذيذه قوي. كل ما تحس ان اللي بتعمله ملوش اي 60 لازمه ومهما عملت مش بتوصل لحته، حط نفسك في سؤال: ده هيوصل بيا لحد فين؟ انا اقدر اعمل من ده حاجات قد ايه توصلني للحياه اللي انا عايزه اعيشها؟ الاحباط والزهق مش بيجي عشان انت مركز مع الحاجات اللي انت بتعملها دلوقتي حالا، انت مركز على النتيجه ومستنيها دلوقتي حالا وتفضل في لوب. السؤال ده بيخليك تشوف البعيد. عقل الانسان اتعود على المتعه اللحظيه، الدوبامين دلوقتي حالا، لكن العاقل عارف ان البعيد مفعوله اطول، او ان البعيد ما بيحسش. يعني بص لبعيد. لما تتعب من كام ساعه شغل على نفسك افتكر ان دي حاجه هتاخدك لحته بعيده. اكتبها على الحيطه، اكتبها على الباب، اكتبها في التليفون، خليك فاكرها. بس لحد فين دي انت اللي بتحددها، مش انا ولا هم ولا هن ولا اي حد في الدنيا. نحدد ازاي؟ نراقب. الرقابه خير من العلاج. زي ما سمعت، الرقابه مش الوقايه، لان الرقابه فيها وقايه. انا عملت حاجه كنت بعملها وانا صغيره قوي ونجحت. اكتر سنه ما حققتش فيها حاجه هي السنه اللي انا ما راقبتش انا بعمل فيها ايه. فانا قررت السنه اللي فاتت اعمل حاجه بسيطه احطها قدام عيني وفرقت جدا معايا.
كل شهر كنت بجيب ورقه، الورقه دي عباره عن ايام وشهور ومكعبات. كل نهايه يوم كنت بكتب في اليوم ده انا عملت ايه، واليوم اللي ما عملش فيه حاجه بعمل علامه اكس. بالتالي انا اتطورت على مدار الشهور. ليه؟ عشان دي ورقه محطوطه قدام عيني بتوريني انا عندي كام يوم وفاضل لي كام يوم، خلصت قد ايه وما خلصتش قد ايه. ومع مرور الشهور الورق ده اتكون وبقيت شايفه حياتي تايم لاين، براقبها من بعيد عشان ما تصدمش كل اخر سنه اني ما عملتش حاجه، وانا فعليا عملت. وبعرف الوقت اللي ضيعته في ايه، فبقدر اتغير عشان الحاجه اللي بقيسها بعرف اغيرها. مش هتعرف تحسن من حاجه الا وانت عارفها. وليه ورقه؟ هو احنا في عصر الجاهليه؟ ليه مش ديجيتال؟ ببساطه انت تمسك التليفون واحنا عارفين وانت عارف وامي عارفه ان مش هنفتح الجدول ده وهننساه، هننسى اصلا ان احنا حطينا جدول. ولو حطيته على الكمبيوتر هتقعد تلعب لك جيم لول ولا كول اوف ديوتي ومش تفتح حاجه، لكن الورقه هتفضل قدامك طول الوقت في اي مكان، هتخليك مدرك مقدر قيمه الوقت اللي عندك. وبدل ما تعالج، راقب. الرقابه خير من العلاج، عشان عدم التخطيط هو تخطيط للفشل. للكاتب اللي معرفش اسمه ايه، كان عندي زمان مشكله اني مش بقبل التغيير، عايزه اعمل الحاجات زي زمان، اصحى الصبح اشوف هي جايه معايا بايه واعملها. بس هل في حد ناجح بيعمل كده لما يصحى من النوم؟ لا. بس كل ما بنكبر بنعرف ان المسؤوليات بتكبر، العلاقات بتكتر، والوقت بيقصر. فبالتالي انت محتاج تخطط انت هتعمل ايه في يومك اللي هو عباره عن 4 ساعات مش 24 ساعه. دلوقتي الوقت بقى 4 ساعات بجد في اليوم. وازاي نخطط؟ حط اولويات، والاولويات قسمها الاسابيع، والاسابيع قسمها الايام. طب لو انا اصلا ما بعرفش احقق اهداف، الاهداف اهي وانا اهو، والاهداف الوحيده اللي بيحققها كريستيان. دي الاهداف بتبقى هنا وانا ببقى هنا، ومش بنتجوز انا واهدافي. اصلا انت لو عايز تتجوز هتدخل بحاجات في ايدك. باتشي مثلا، عشان تتجوز اهدافك لازم تعمل حاجه. الحاجه دي بالنسبه لي السمارت جولز. ثواني اشرح لك الموضوع. اس يعني سبيسيفيك، يعني حاجه متحدده وواضحه. احنا عاده مش بننجح في الحاجات عشان احنا اصلا مش محددين احنا عايزين ننجح في ايه، ولو محددين بنبقى محددينها غلط. اهم حاجه انك تبقى واضح ومتحدد. يعني ما تقولش انا عايز انجح وخلاص وتسكت، ما تقولش انا عايزه ابقى انزل الجيم وتسكت، ده مش هدف، ده كلام عايم، ملوخيه صيصه. الهدف عايز تبقى غني. عايز تبقى غني ليه؟ هتعمل بالفلوس ايه؟ الفلوس هتيجي لحد وعارف هيعمل بيها ايه بجد والله. measurable، الهدف لازم تكون عارف تقيسه. ميديوم، لارج، عشان تعرف انت بتقرب له ولا لا، او تعرف انت فين بالظبط. يعني لو عايز تقرا كتب ما تقولش انا عايز اقرا كتب وخلاص. حط مثلا انك عايز تقرا 12 كتاب، وال12 كتاب ده قسمهم على السنه، وقول مثلا هتقرا كل شهر كتاب. كل اخر شهر شوف انت بتقرب للهدف بتاعك ما بتقربش. achievable، يعني قابل للتحقيق. يعني ما تحطش انك عايز تروح جبال الهيمالايا وانت اصلا ما خرجتش من القريه. ما تعليش البار عليك قوي وترجع تقول انا فشلت، ما انت حطيت حاجه مش منطقيه ومش قابله للتحقيق. يعني ما تقولش عايز اكسب 50,000 دولار وانت ما بتكسبش بالدولار اصلا. حط حاجه متوسطه، لا هي صعبه قوي مش هتقدر تحققها، ولا هي سهله قوي تكسل تحققها. related، يعني حاجه ذو صله، حاجه ليها دعوه بحياتك، ويكون في الوقت المناسب. يعني لو انت في فتره ضغط في شغلك ما تقولش مثلا انا عايز افتح مشروع، او تروح تتعلم اسباني وانت اصلا عندك ضغط في الشغل، او عندك امتحانات وتقول انا عايز افتح مشروع، وتنزل القهوه لصاحبك وتفشل في المشروع اللي هتفتحه. خلص الاهم وحط اهداف ليها علاقه بحياتك. تايم باوند، حاجه متحدده بزمن، حاجه كده متحدده، فاهم؟ ما تسيبهاش عايمه. فاكر الملوخيه الصيصه؟ تقرف محدش ياكلها. لازم يكون عندك وقت معين توصل فيه لاهدافك. لازم تحدد لنفسك موعد نهائي. لو ما فيش وقت هتتوه في الطريق وهتضيع الوقت من غير ما تحقق في اي حاجه، وهتبقى زيك زي الملوخيه الصيصه. بدل ما انا عايزه اخس، حط انا عايزه اخس في 6 شهور. ما تسيبهاش عايمه. انا بكره النهايات المفتوحه. مش هتبقى انتوا والمسلسلات. انت عباره عن ايه اللي بتدخله جواك. بتدخل ايه في بقك من اكل، بتدخل ايه في عينك تشوفه، وودانك تسمعه، ولجسمك من محتوى، اكل، بودكاست، فيديوهات. وركز لي على الصحاب والعلاقات. لحد امتى هيفضل في حياتك علاقات انت عارف ان هي مش هتكمل بس انت مخليها وهي مؤذيه؟ لحد امتى؟ قول لي. ما تبقاش كل الاغاني اللي بتسمعها حزينه ونكد وعايز تكون بتفكر بايجابيه، او كل اللي بتتفرج عليه حاجات تافهه وناس مش بتديك اي حاجه في حياتك، واكلك كله زيوت مهدرجه وسكريات، وترجع تقول انا ليه حياتي عامله كده. ما تستناش حاجه من معادله فاضيه. انت عباره عن الحاجات اللي بتعملها كل يوم. عايز تغير بجد، غير الحاجات اللي بتعملها كل يوم. الحاجات الصغيره قوي اللي ملهاش لازمه، اللي انت في نظرك ملهاش لازمه. اصل يوم يعني هاكل فيه فرايد تشيكن، ايه اللي هيحصل؟ واليوم بيبقى اسبوع، والاسبوع بيبقى سنه، والسنه بتبقى زي ما احنا قاعدين كده. الحاجات الصغيره دي بتاثر على حياتنا بطريقه مرعبه. ما تستناش تبقى نشيط ومنجز وانت اكلك كله مصنع ومهدرج وسكريات وبروسيسد فود ومادري شنو، وبتشتكي كل شويه انا ليه بعيا. ليه يا ترى؟ ليه مثلا؟ ما تستناش التفكير والاوفر ثينكينج يخلص عشان تبدا في اي حاجه وانت كل اللي بتسمعه ناس بيخوفوك من كل حاجه. ما تستناش تخلق حياه كويسه لنفسك وانت عمرك ما شفت يعني ايه حياه كويسه تعملها لنفسك اصلا. اللي عينك بتشوفه بتخلقه. انا بس لما ركزت على كل اللي بيحوطني وفلترت كل ده، حياتي جت من هنا لهنا. لا اكبر من الكادر، يعني هو الكادر لازم يكبر اكبر 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 كمان. جوده حياتي بقت عامله زي الباتيه بالزبده، مخدومه منوره، هروح اكلها واجيلكم. ما تستناش اي حاجه، اعمل الحاجه اللي انت مستنيها. مشكلتنا المثاليه، مستني ايه؟ مستني العوض ده يبقى ابويا.
مستني تشتري ايه عشان تعمل ايه عشان توصل فين؟ يعني ايه اصلا؟ احنا اللي بنغير حاجات مش الحاجات اللي بتغيرنا. ما تخليش العالم المادي والرأسمالية تحط في دماغك انك هتوصل لما تشتري المنتج الفلاني. ده بيبيعوا لك يا صاحبي والله بيبيعوا لنا. ما تختارش تعاني. do not romanticize struggle. ما تبقاش في علاقة رومانسية مع المعاناة. مش كل ما هتعاني اكتر كل ما هتكسب اكتر. هو مش عرض. مين اللي فهمك كده؟ مين اقنعك انك لازم يطلع عينك؟ ما ينفعش تجتهد وتثابر بايمان ومشاعر كويسة. اشتغل باللي عندك، مستناش اي حاجة تحصل، عشان اي حاجة هتحصل انت اللي هتخليها تحصل. انت قاعد مستني حاجة واحدة بس، انت قاعد مستني نفسك، ونفسك قاعده مستنيه معاك. خليك انت الشخص اللي بينقذ نفسك. تستناش حاجه زي دي من بره. في ايه الشخص ده؟ حنين مثلا، خليك حنين مع نفسك. متواجد، خليك موجود لنفسك دايما وتحط كل طاقتك عشانها عشان تكون احسن. الشخص اللي انت مستنيه هو انت. عايز تضيع عمرك اتفضل، بس عايز توفر وقت شوف اللي ورا الكواليس. ارفع السجاده اللي تحتها كوم التراب واكنس عدل. يعني ايه تكنس عدل؟ maybe you're not the problem. انا بغنسي بجد، او ده الماني مش عارفه. ممكن ما تبقاش انت المشكله، اصلا ما تجلدش نفسك برضه. انت بتتعامل بكل اللي اتعلمته وكل اللي تعرفه، ولما الحاجات دي ما تجيبش نتيجه بنتعالج نفسيا او بنعرف نفسيا احنا فينا ايه. ودي مش نصيحه، دي وصيه. يعني لو مت دي وصيتي، بوصيكم. ساعات مش انت المشكله، ساعات السلوكيات القهريه اللي بنعملها اي عاده مش كويسه، مش بتفيدنا، بتدمر حياتنا او تفضل حياتنا واقفه بسببها. اذا كان اكل بقى، تضييع وقت، او حاجه مش في ايدينا، او حاجه في ايدينا بس احنا ما اتعلمناش ازاي نتحكم فيها. هرمون ضارب، ممكن حاجه اصلا جسديه انت مالكش دعوه بيها. اكتئاب مزمن، ممكن تكون مكتئب وانت مش عارف، فاكر نفسك مقصر. اصل دي حصلت لي، وانت فاكر ان انت فرفور وانت عندك اضطراب مثلا، وانت فاكر انك مكسل وفيتامين د مدمرك مثلا. وانا جربت كل اللوكشه دي بس انا واحده وحياتي وقفت فيها وحطيت لهم على نفسي للاسف. بس لولاها ما كنتش هاجي اقول لكم ده. مش شرط تروح تدفع وتقعد في جلسات نفسيه اطلاقا. على حسب، ساعات الوعي بيبقى كفايه. الوعي ممكن يحل لك مشاكلك، مراقبتك لعلاقاتك وليه مش بتعرف تعمل علاقات كويسه. الباترن، يعني ايه باترن؟ يعني تراقب الحاجات اللي انت بتعملها بطريقه متكرره وما بتوصلكش لنتيجه معينه. مثال، يعني بتراقب ليه انت مش بتعرف تحوش فلوس بسبب مثلا نهم الطعام او eating disorder، وكل فلوسك رايحه على الاكل، وانت في الحقيقه مش بتاكل الاكل، انت بتاكل مشاعرك اللي انت مش عارف تشرحها. فكل ما تحس انك متضايق تاكل او تدخن مثلا. ساعات مش بتحقق اللي انت عايزه مش عشان انت ما عملتش اللي عليك، ساعات بسبب ان انت مش عارف ايه اللي عليك اصلا عشان تعمله. انت مش عارف، وده عادي جدا. التسويف بيبقى بسبب ان انت بتهرب من الواقع، من الحزن، من الضغط. مش عايز تبقى قلقان وانت بتشتغل. يعني ايه مش عايز تبقى قلقان وانت بتشتغل؟ يعني شوف اللي ورا الكواليس. ارفع السجاده اللي تحتها قوم التراب، ومطربه اللي فوقيها، ومطربه كل الحاجات اللي حواليها. رسالتي من الفيديو ده قلتها وهفضل اقولها، انت مش فاشل، واوعى تقول على نفسك كده. انت بس ما لقيتش الطريقه اللي هتنجح بيها. قصرت اتعلمت فشلت لا، انت لسه ما عرفتش الطريقه اللي هتنجح بيها. ربنا ما يرضاش ابدا انك تقول على نفسك كده. ربنا عايزنا نكون انجح ونكون احسن دايما وهو في ظهرنا. لو فكرت بس في فكره ان ربنا عايزني انجح، هتحس انك مش عايز تخذله، هتحس انك هتعمل كل اللي عندك عشان ما تخذلهوش. هتحسها اكبر من فكره اهلك اللي بتجيب الدرجه النهائيه وبتكسب في الشغل الفلاني عشان تخلص من ذنهم، وهتلاقي اكبر من نفسك اللي ساعات بتبقى عدوه ليك وبتكسلك، وتلاقيها ساعات بتنسيك اهدافك. فكره انك مش عايز تخذل ربنا وتصحى كل يوم توري نفسك لنفسك انك قادر تعمل رسالتك باحسن طريقه، وتصر انك قادر تعمل رسالتك واهدافك باحسن شكل، دي اللي هتفضل شغاله في مخك، وده بنزين ما بيخلصش. وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، في اسرار كتير اول سر فيهم ان انا